ده من شكله كده متهيألي يبان انه بيتزا او ممكن فطير، بس ده جلاش عادي، لكن حشيته بميكس بحبه جدا وغطيته من فوق بالجبنة وخليته سبايسي. الميكس اللي حطيته جواه كان فيه بسطرمة، قطعتها قطع صغيرة كده وشوحتها في طاسة على نار متوسطة، ده عشان مش بحب احط البسطرمة نية وتبقى بتشد كده في البق وتخلي الاكل صعب. بعد دقيقة او دقيقتين بس شلتها من على النار وحطيت مكانها ربع كيلو سجق. عادة بجمد السجق شوية عشان يبقى سهل تقطيعه، بس انتوا قلتولي في الكومنتس اني ممكن اقطعه بالمقص، وعندكم حق بصراحة، الطريقة دي برضو سهلة قوي. شوحت السجق برضو في الطاسة لحد ما استوى، وهو ما كانش محتاج ملح فما زودتش، بس خليته سبايسي بالهوت صوص بتاع سجد، كلمتكم عنه قبل كده، ممكن تجيبوه من اللينك اللي في الديسكريبشن. حطيت منه شويه، حطوا على حسب عايزينه حراق قد ايه، بس ما تكتروش عشان هو حراق اكتر من معظم الهوت صوصز اللي موجوده في السوبر ماركتس. يعني لو مش بتحبوا الاكل حراق قوي حطوا شويه قليلين بس يقووا الطعم. قلبته دقيقه كمان مع السجق وكده بقى جاهز. للجلاش بقى جبت لفة جلاش وجبت الصينية اللي هعمل فيها الجلاش ده، وقطعت اللفة دواير بحجم الصينية كده. بعد كده سيحت زبدة ودهنت بيها الصينية من تحت وبين كل ورقتين وورقتين. حطيت تلتين كمية ورق الجلاش اللي في اللفة من تحت، وفوق التلتين دول حطيت بقى جبنة موتزاريلا والسجق بالبسطرمة اللي عملتهم، بس سبت كام واحدة بره. وكمان حطيت فلفل ألوان متقطع وزيتون سلايسز وفلفل هالابينيو، وعشان أكسر شوية الشطة دي كلها حطيت جبنة مكعبات. حطيت فوق الميكس ده التلت اللي متبقي من ورق الجلاش، وبنفس الطريقة بين كل ورقتين بدهن بالزبدة. بس جاتلي فكرة بعد ما خلصت، وهي اني ارجع تاني ازود برضو على الميكس اللي جوه ده هوت صوص، فعملت كده. ميزة الهوت صوص ده انك لما بتزودوا منه بتزودوا حرارة وطعم، مش بتزودوا مزازة، لان نسبة الفلفل للخل كبيرة قوي. فزودت منه وقفلته تاني ودخلت الصينية فرن متسخن على 220 من تحت بس. بعد نص ساعة في الفرن طلعته. المفروض ان الجلاش يتقطع وهو ني، بيبقى اسهل بكتير في تقطيعه، بس انا للأسف نسيت فقطعته دلوقتي. طبعا عشان كان نشف شوية فاتكسر وانا بقطعه، بس مش مهم. حطيت عليه نص كوباية لبن اللي هو الحليب علشان يطريه شوية، وغطيته بجبنة موتزاريلا وبقيت الميكس اللي كنت سايبه، ودخلته تاني الفرن نص ساعة كمان، وطلعته لما لقيته اتحمر من تحت وبقى ده شكله من فوق. ميكس تحفة، والجبنة الكتير بتحلي اي حاجة، وطبعا السجد هوت صوص مديله الكيك اللي محتاجها بالظبط. اصل الصوص ده معمول بفلفل هابانيرو اصلي متعتق لاكتر من 10 سنين ومن غير مواد حافظة وبمكونات طبيعية وبريميوم. ممكن تستخدموه في التتبيل او تحطوه على الاكل في الاخر بعد ما يستوي. شوفوا الفيديو اللي كلمتكم عنه فيه قبل كده، هحطه لكم في الديسكريبشن. واطلبوا الصوص من موقعنا سجد.com، هسيب برضو اللينك في الديسكريبشن. وطبعا لو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.